السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم طبعا بعلمكم اغنية جميلة جدا ووطنية معروفة، يعني لا زالت مشهورة، يمكن الاغلب يسمعها لغاية الحين، اللي هي ابو ريت، اللي هو صلوا على النبي، صلوا على طه النبي. هذه يعني انا من الاغاني اللي احبها وايد، واغنية يعني اصلا سهلة، يعني مو اللي مثلا من الاغاني الصعبة او شيء، لا لا لا، وايد سهلة وتنحفظ بسرعة. الأغنية طبعا على نهاوند من ري بدايتها، وفيها تحويلات وايد، وايد تحويلات فيها، بس يعني الجمل الغنائية نفسها سهلة. خلوا التوزيع على جنب، احنا نتكلم عن الجمل اللحنية الغنائية، هذه سهلة وايد. أول شيء هذه على الوتريات. بعدها في صولة، أنا ما أدري شنو اسم الصولة، يعني في، حتى هي عموما الأغنية أصلا كلها توزعت على ورق. أعتقد أكورديون، ما أدري. المهم إنه هو هني راح ينعزف يعني. راح يصير هذه المدخل الغنائي. بعدها صلوا على النبي، صلوا راح ينقال، ينعاد 3 مرات. على شكل اربيج. هني في تحويلة طبعا، أول مع بداية الإيقاع صلوا على طه النبي، والجملة هذه راح تصير المي بيمول، راح يصير يعني كرد على ري، من نهاوند على ري راح يصير كرد. راح تكون كذي. يعني بعدين هذا الوطن، وطن غالي، وطن شو اسمه. الأغنية هني راح تصير على حجاز. فراح تصير بعدين راح يرجع مرة ثانية، يخلي النغمات كلها طبيعية. هني الله الله يا حلو الكويت.
نيفي. بعدين ولا او ولا بي ولا اخره. وهكذا، ويرجع مرة ثانية صلوا على طه النبي، اللي هي الجملة الأولى تسليم أو المذهب أو أي ما كان اسمه يعني. وبس إن شاء الله تستفادون من هالفيديو. وأنا هم لي بعد كم أغنية ثانية بنزلها حق سناء الخراز ويا شادي الخليج، أغاني وطنية يعني الأيام الجاية. كل هذا راح أحاول أنزلهم قبل 25 بحيث إنه يمديكم تتعلمونها. والسلام عليكم.